ايه كمان؟ المواد الحافظة. المواد الحافظة دلوقتي بقت موجودة في كل اكلنا تقريبا. ثانيا احنا بقينا معتمدين بشكل كبير عن الاكل الخارجي، بنجيب اكل طول النهار من بره وفاست فود واغذية معلبة. كل ده المواد الحافظة بتدخل جسمنا، تغير في الجينات، تأثر في جينات الطفل اللي هيجي بعد كده، فتخليه عنده مرض جيني، عنده تشوهات، عنده مشاكل، الطفل ده مناعته بايظة خالص. فدي حاجة مهمة ان الامهات، حتى لو هما مش امهات، حتى قبل الجواز، من اول سن الجامعة كده، استهلاكنا للمواد الحافظة كتيرة في الجامعة والفاست فود والكلام ده بيبدأ يتراكم في جسمنا واحدة واحدة، فيجي في الاخر يأثر على ولادنا في المستقبل. فاحنا عشان نحافظ على صحتنا ونحافظ على صحة ولادنا نقلل الحاجات دي بأكبر قدر ممكن من بدري، مش ما نستناش نبقى داخلين على جواز ولا على حمل علشان